فيلسوف البسطاء في الأدب الشعبي، أكثر الشخصيات شهرة، نابضة بالحياة في الخيال والوجدان الشعبي والعربي الجمعي. الشخصية اللي بتدور حواليها أحداث المسلسل اللي هنعرض لحضراتكم الحلقة الأخيرة منه النهاردة، هذه الشخصية بملامحها بتعكس جزء كبير جدا من الأدب الشعبي بقوالبه الإنسانية وأنماطه الفنية واللغوية والإبداعية. فمرحبا بكم. شخصية جحا بثرائها الأكثر تطويعاً في حكاياتنا الشعبية لتناول قضايا اجتماعية وإنسانية وربما سياسية واقتصادية عبر عصور مختلفة، للدرجة اللي خلت لكل مجتمع جحا الخاص بيه واللي بيعبر عن واقع مجتمعه بفلسفة ساخرة. قلوب حمر، أول مرة زعزوق يغلب وما ينطقش، وأول مرة ما فكرش غير في نفسي بس. أجي هنا المغارة هربان، اخصى على داني. إذا كان على عنابة وشحيبر أنت مادام هتختفي هم هيسيبوهم في حالهم ويرموا طوبتهم. أبو سلطان شمس الدين اللي أنا بجرجره لغاية هنا عشان يجي القضاء، لا أنا هروح لهم وأول ما يوصل هقول كل الحقيقة واللي يحصل يحصل. خليك يعني أنت هتعمل إيه أكتر من اللي عملته؟ صحيح، هعمل إيه؟ عملت ميت ما نفعش، ولي ما نفعش، عسكر وحرامية لا نفع عسكر ولا حرامية. حاولت أشد الحق من بين أنيابهم وأعمل قاضي، طلعت في الآخر لقمة القاضي في بقهم. جحا المصري واللي تم إذاعته عام 2002 في إطار كوميدي وتراثي من تأليف القدير يسري الجندي وإخراج القدير مجدي أبو عميرة. أما الأشعار فللكاتب الكبير سيد حجاب، الألحان والموسيقى التصويرية للمبدع عمار الشريعي، والغناء للقدير مدحت صالح بقيادة أوركسترا المايسترو خالد فؤاد. وادي جحا المصري شايفينه يا حمار اللي انتوا عارفينه، ادي جحا المصري شايفينه ده حمار اللي انتوا عارفينه، جاي وضحكته في شفايفينه، سبقه وحبايبه وزفينه، هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا، هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا، من نارنا وناره يا جحا، هزلك وهزار يا جحا، ده بتاعنا وما احناش سالفينه، احيا جحا وتحيا سفينه. هذا العمل الدرامي الضخم بطولة عمالقة في الدراما المصرية: يحيى الفخراني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، أحمد راتب، إنعام سلوسة، جمال إسماعيل، حسن حسني، لوسي، والسيد راضي، مجموعة كبيرة جدا، سعاد نصر، كمان بطولة الفنان أحمد رزق والفنانة المتألقة دايما منى زكي. جحا المصري بحكاياته التراثية بيقع في كتير من المشاكل، مرة يكون محكوم عليه بالإعدام، ومرة يكون ولي من أولياء الله الصالحين، مرة يكون زعيم عصابة، ومرة يكون درك مسؤول عن الأمن. متناقضات كثيرة في هذه الشخصية بيحملها جحا بقوة في أوقات عديدة وضعف إنساني في أوقات أكتر. رسائل ايه؟ بتقول ان حكم عظمتك عفوا حكم باطل، وانك مش سلطان. بزعم كاذب يقول ان عظمتك مملوك لم يعتق من مولاه. الله 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 الله، ايه اللي بيحصل من رجالك يا شمس الدين؟
ايه اللي بيترتب في دنيا الوحوش والتعابين؟ كمارة والأزعة والخان. مولاي، رسالة من قاضي اسمه جحا يا مولاي. جحا ده خال رسول. السلام على مولانا المعظم. فين الرسالة؟ بس عظمتك تسامحني الأول. هات الرسالة يا راجل انت، هات. اتفضل عظمتك اتفضل. حتى انت يا جحا كمان بقيت معاهم. بس لو سمحت لي عظمتك. مشوه. وبعدين يا نسوان، مفيش اخبار عن جحا؟ يعني هرب كده وساب الواد يضيع؟ وقمر ضاعت وراه. خلاص يا جحا، هربت وسبتنا كلنا في الشبك. مش كده يا اختي انت وهي بقى؟ الله، مش يمكن يكون راح للسلطان؟ ليه لا يا عنابه؟ مش يمكن صحيح يكون راح له ويستنجد بيه من اللي بيحصل لنا؟ وعبال ما يروح للسلطان والسلطان يهز التخت بتاعه يكون ابني اللي حلتي ذبحوه. يا اختي، ويقطعوا قمر وراه بالسكين يا عنابه. يا اختي تهدي انت وهي شويه، خلونا نعرف نفكر هنعمل ايه. يا أهل المدينة، صدر فرمان ضرايب غير الأولاني. حتى ضرايب بالليل يا ولاد الحرام. ضريبة لبنى القصر الجديد، وضريبة للقلعة والبرج الحديد. ايه هي الست الولي هتحارب؟ وانا ايه يا ابو غاشة، هفضل محبوسه هنا لغايه الحرب ما تخلص؟ اقعدي يا وليه، رايحه فين؟ دول بيدوروا عليكي. خديني معاكي يا عنابه، يمكن تكون قمر رجعت. خدي بايدي يا عنابه. تاخد بايدك ايه؟ ده انت مطلوبه، انت رخره. حتى مسكه العام هي مطلوبه. طب حد يقرب لي كده وشوف انا هعمل فيه ايه. طب اقعدوا بس كده واهدوا بالله، اقعدوا. بصوا بقى، زي ما سرقوا العيل احنا كمان هندور على حد يسرق منهم العيل. جرى يا ابو غاشة، عيل ايه اللي بتفكري فيه دلوقتي؟ يا وليه، ما احنا لما هنسرق منهم العيل هيسيبوا قمر والواد شحابر ويمشوا وراهم عشان يعرفوا طريق العيل فين. وبعد كده يرجعوا يمسكوهم تاني. هم خلاص مش هيسيبوهم ابدا. المهم يسيبوهم دلوقتي، وبعد كده يبقى يحلها ربنا. ابعد عني انت والحية بتاعتك يا شر. يا مولاي الوالي، القعدة كده مش من مقامك. مقام انتوا خليتوا فيها مقام، انتوا خليتوا فيها عيب يا ولادنا. ده بيت المال. لا المال ده بيتي انا، بيتي، عمري، حياتي، كل حاجة بالنسبة لي. روحوا للجمارة، روحوا لها تاخدوا كرسي تشبع بيه، لكن هنا لا، انا عايز دول وبس. انا زيهم، اشمعنى كل واحد فيهم يلعب ويسرق ولا لا؟ انا كنت مستحملها سنيتي كلها عشان ايه؟ مش عشان الكرسي. تاخد الكرسي واطلع كمان شحات. يا مولاي صدقني مولاتي بتعزك، تعالى معايا. ابعد عني، ابعد عني. طب تعال نروح الجناح بتاعك نتفاهم بالراحه. لا انا مش همشي من هنا الا معايا الجمال. جمال ايه؟ ايوه جمال، عايز كام جمال احمل عليهم الحاجات دي، غير كده انا مش همشي من هنا، مش همشي، ما انا مش همشي واسيب الحاجات دي كماره. انت كده زودتها قوي، انت نهارك مش فايت. يعني ايه مش لاقيين جحا لحد دلوقتي يا شر؟ يومين يا مولاتي بندور عليه ومفيش فايده، قلبنا عليه البلد ملوش اي اثر، لمينا كل ما عارفه، محدش فيهم عاوز يعترف بمكانه. الكلب عاوز يبوظ خطتي، فاكر ان هو اللي متحكم في اللعبه مش انا، لكن لا، حضر لي زعتر يا شر. لا يا مولاتي، كده اللعبه هتفرق والسلطان شمس هيشك. رساله جحا وصلته خلاص، وهيجي وفي اخر لحظه هيلاقي زعتر قدامه ويصدر الحكم بانه عبد، وهشتريه ويبقى بعدها يقابلني. التجار جابوا فلوسهم؟ لسه مولاتي بيلموا من بعض ويحضروا روحهم. أنا مش عايزة تأخير، وقت ما هنصب قمر الدين سلطان لازم أكون واقفة جنبه بمقامي وخزايني عمرانة وظهري حديد. ايوه يا مولاتي، بس مؤتمر ماله؟ قاعد من الصبح في بيت المال حاضر الفلوس زي المجنون. عايز يمنعني اشتري شمس، عايز ياخد الفلوس ويهرب زي ما عمل قبل كده. انا خايف يكشف كل حاجه قصاد السلطان شمس. خدوه من قفاه ارموه في زنزانه. يا مولاتي قفاه سهل، انما هنقول ايه للسلطان؟ نقول له اي حاجه، نقول له خرج يصطاد، ما هو عارف ان هو تافه، وساعتها يتلموا في زنزانه واحده. حضر
اتفضل لساعتها، مستني ايه؟ واو، شفت يا قمر؟ ما دام جابوا لنا اكل يبقى مش هيموتونا. طمني. لا يا بغل، ده اخر طفحه قبل الذبح. ده بيقول ذبح. انت سمعت يا قمر؟ ايوه سمعت. ذبح؟ يعني المره دي ذبح بجد؟ انت خايف يا شحيبر؟ انت عايزاني افرح؟ ايوه تفرح. افرح عشان هيموتونا؟ اكرم لنا يا شحيبر بعد كل اللي احنا عملناه عشان زعبولة ياخدوه مننا. طب ما دام هم هياخدوا زعبولة، احنا بقى يذبحونا ليه؟ عشان عارفه ان انا حق بيه. مش طايقه وجودي على وش الارض. شحيبر انت لسه بتحبني؟ ده سؤال يا قمر. هفضل لاخر لحظه في عمري بحبك. هفضل اندهلك واقول لك يا قمرمر. وانا كمان يا شحيبر هنده عليك انت وزعبولة، بس انا عايزه اشوفك زي الاخر كده راجل. قول انا راجل. انا راجل. قول انا مش خايف. انا مش خايف. قول ان انا فرحانه عشان هسيب لهم الدنيا السودي دي. انا فرحان. يا شحيبر لا لا يا قمر، لا. جحا مش هيسيبنا نموت. يا جحا ما تسيبناش نموت يا جحا. انا عايز اعيش. نفسي اعيش واتجوز قمر. سيبها يا شو. انا الولي الشرعي. انا بحكم باسم السلطان. انا معتبر المملوك تربيه الملوك. يا نهار ابوك، ده الولي بجد يا شحيبر. غلب حمر. أول مرة زعزوق يغلب وما ينطقش، وأول مرة ما أفكرش غير في نفسي بس. أجي هنا المغارة هربان، اخصى على داني. اذا كان على عنابه وشحيبر، انت ما دام هتختفي هم هيسيبوهم في حالهم ويرموا طوبتهم. طب والسلطان شمس الدين اللي أنا بجرجره لغاية هنا عشان يجي القضاء؟ لا، أنا هروح لهم، وأول ما يوصل هقول كل الحقيقة، واللي يحصل يحصل. خليك يعني انت هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ صحيح، هعمل ايه؟ عملت ميت ما نفعش، ولي ما نفعش، عسكر وحراميه لا نفع عسكر ولا حراميه. حاولت اشد الحق من بين انيابهم واعمل قاضي طلعت في الاخر لقمه القاضي في بقهم. طب ايه رايكم انتوا يا اولاد؟ يقعد في وسطينا. ايوه ما ينفعش، الدنيا بره مولعه يا ناس. خليها تولع يا عم، دي دنيتهم هم. انت شفت منها ايه غير وجع القلب وحاوريني يا طيطه؟ انا مش في اللي شفته واللي شافوه، انا في اللي هيشوفوه يا برقوق. الطوفان جاي، جهنم. تعالوا شوفوا يا ولاد، خبطة ليها العجب. هاتوهم عشان تعرفوا قيمة ام عجورة. ايه ده كله يا ام عجوره؟ هدايا سلاطيني كانت بعتهم الولية مرات الوالي مع دول. لمين يا اخويا ما اعرفش. دول رجالة الخان. اهو عرفنا. اسمع، فهم رسالة لازم تجيبوها حالا. رسالة ايه يا معجور؟ حتة البتاعة دي خد يا اخويا اهي. افتحوا الصناديق، افتحوا افتح. عقابكم هيكون شديد. ناوي تسلموا؟ ايه في ايه؟ انا طلعوا عبد وهي تسلموا ليهم عبد. يا برقوق تعالى يا دندن. ده جحا هنا اهو، كأنك هربان وقاعد هنا يا جحا. فهميه بقى يا ابو غاشة انه قعدته هنا امان له. بس الدنيا هناك والعة. العسكر بيلموا في الخلق وبيدوسوا على كل حاجة في سكتهم، دول افتريوا قوي يا جحا. طيب طمنيه انت بس على عنابة. الحمد لله، عنابة ومستكة خدتهم معايا، لولا كده كانوا لموهم هم كمان.
جحا. لا يا جحا، هو ما بيردش ليه؟ جحا. لقيتها يا مغاشة. مولاتي وصل يا مولاتي، وصل السلطان، وصل يا مولاتي. اصلب حيلك ما تبقاش جبان، هو جاي وراه عسكر. لا يا مولاتي، جاي بحرس من القصر. امال مرعوب ليه؟ كده يبقى هو اكل الطعم وصدق جحا. مولاي يا سلطان المعظم شمس الدين الحصير. جمارة بنت اختي، خالي حبيبي ونور العين، شفت اللي عمله الكلب؟ وصلتني رسالة القاضي جحا. انا احترت ازاي ابلغك. السلطان قمر الدين المخلوع الهفية الدون دار في البلد وملا الدنيا بأكاذيبه. ايوه عارف كل اللي بيقوله ان انا مش سلطان. قطع لسانه، ده هو اللي عبد، ده غير انه هفية ودون وما يصلحش لشيء. ولما هو هفية ودون ليه بقطمر سابه لغاية صوته ما بقى هنا هناك؟ ما هو ده اللي خلاني يا مولاي امسك زمام الامور غصب عني. ده بعد الامور ما فلتت يا جمارة وكذبته وصلت للرعاية والحكام. البركة في القاضي جحا يا مولاي، هو اللي لم الحكاية. جحا؟ ايوه هو اللي حلق عليه وحجزه في داره. يعني قمر الدين في دار القاضي جحا لحد ما يحكم يا خالي. يحكم في ايه؟ مش انت اللي اخترت جحا عشان حقاني؟ حقاني؟ وناوي على ايه بقى الحقاني ده؟ يطلبني هنا علشان يحاكمني؟ استغفر الله يا خالي، كل اللي فكر فيه انا وافقت عليه عشان يكشف كذبة قمر الدين قصاد الكل ويظهر للناس عدلك وطهارة قلبك لما واجهت كلام. يعني هيحكم بايه؟ اتفقت معاه ولا سايباه يفاجئنا بمصيبة؟ لا يا مولاي، اتفقت انه يحكم انك حر من يومك، لا عمرك كنت مملوك اشتروك ولا عبد نسيوا يعتقوك. انت اللي ماسك الدرك؟ خدام عظمتك يا مولاي، شر المخبي غراب. اعوذ بالله. روح هات القاضي جحا هنا بسرعة. مش لما مولاي يستريح؟ لا اعرفه اني جاي مش علشان استريح، علشان اتحاكم يا جمارة. واقف ليه؟ روح. امري مولاي. انا جيت يا مولاي لما عرفت ان عظمتك وصلت بالسلامة. مش هو ده طلبك يا قاضي؟ عشان نخرس كل لسان خسيس يا مولاي. ايوه يا مولاي، ونرد على الاندال والحق يظهر ويبان بقى. وانا جاهز لحكمك هنا يا قاضي، بس بشرط. شرط ايه يا مولاي؟ المحاكمة تكون في الساحة قدام الناس. يعني على عينك يا تاجر. ولو فضيحة تبقى بجلاجل. مولاي بلاش الناس، بلاش الناس يا مولاي. ليه؟ انت مش اتفقت مع القاضي جحا خلاص؟ ايوه يا مولاي احنا اتفقنا خلاص، وشرطك هينفذ. المحاكمة هتكون في الساحة وقدام الناس. بس ليه طلب يا مولاي؟ ليك طلب؟ ده انا اللي محتاجك يا اخي، مش انت اللي محتاجني. ايوه اصلا هو ما يخصنيش انا يا مولاي، يخصه هو. ويا ترى بقى مين هو؟ الحمار. زميلي في الاسطبل. من ساعة عظمتك ما شرفتنا في الاسطبل وهو دائم السؤال عنك والله. خلاص حاضر يا سيدي نزوره. انت قلت لي اسمه ايه؟ زقزوق يا مولاي. احرس مولاك يا شر. الزيارة من غير حرس. ايوه يا مولاي، بس القزع الملعون محجوز في دار القاضي. اطمن يا شر، الحمار رفض يقعد مع القزعة، مربوط في الخلق. اتفضل عظمتك يا مولاي. مولاتي انا قلقان قوي. وانا مطمنه، مدام خالي مطمن لجحا. حضر انت بس عساكرك وحضر ابنه والبت الملعونه للذبح لو خدعنا جحا. وادي صاحبك اهو يا مولاي. ويا ترى مين اللي هيقول لي الحقيقة يا جحا؟ الحمار
ولا انت؟ مش دايما يا مولاي الحقيقة يبقى شايلها حمار. أنا المرة دي اللي هقول وهسمع لك برضه. يا أهل المدينة الكرام، الكل مدعو والله ندعو أن ينصر عظمة السلطان ويكشف كذب كل جبان. يا أهل الولاية، بكرة في الساحة أمام دار الشرطة القاضي جحا هيقيم العدل ويحكم في أمر المدعو أمر الدين المخلوع بما أشاعوا من افتراء مبين على مولانا شمس الدين الحصين. الحقني يا الحقني يا ابو العز، الحقني يا ابو العز، اتسرقت يا ابو العز، اتسرقت، فلوسي اتسرقت بالليل. بلاش حجج فارغه، احنا ادينا كلمه خلاص، ودي هتفتح لنا سكه ومقام في السلطنه هنهيص. يعني مش مصدقني يا ابو العز؟ هتجيب يعني هتجيب، انت عايز تضيعنا عشانك يا اي حاجه، ده انت تعر. امال فين الشعب يا قاضي؟ وفين الشرط؟ أعلنا وعملنا اللي علينا، اللي يجي ما يجيش عنه ما جه. قدم نفسك يا مدعي عليه. أنا شمس الدين الحصين سبق وأصدرت فرمان بتعيين جحا قاضي للبلاد، لأنه حقاني يحكم حتى على نفسه. واليوم أنا بقف قدامه متهم بدعوى إن مالي حق في السلطنة. عشانك عبد يا مملوك. ما حد يتكلم إلا بإذن القاضي يا سلاطين. الست قالت تهاود لحد ما نخلص. دلوقتي انت قلت، قصدي عظمتك، تاج السلطنة ده واقف في زوري ومنعني من الكلام. ما تهوي دماغك شوية. اخلعوا يا قاضي. والعباية الحقيقة الذهب اللي فيها ده مزغل العناية ومش عارف أشوف كويس، والدنيا حر. اقلعها يا قاضي. اهو كده انت واحد من الرعاية، وبراحتي بقى اقدر اتكلم واقول. قول وجمد قلبك. مش انا اللي بقول، الشرع هو اللي بيقول. في كتاب الاحكام يا حمامه. تحتك يا مولاي. الشرع بيقول ايه؟ سلطان البلاد لازم يكون حاكم حر على احرار. صح يا ولد قولك. والمدعي بيقول انك مش حر وما زلت عبد وعليه، فلازم ترد عليه او تظهر صك تحريرك وتحطه في عينيه. صك مزور كتبه حد من حاشية الكلاب. اقراه يا قاضي. كذاب. اعلن انا شمس الدين الحصين باني ما زلت مملوك لمولاي ولا محرر حق ذاتي. ده شمس الدين. اعترف. اسكت. روح بلغها ورا دار الشرطه انه اعترف وخليها تيجي على طول. امرك يا مجدي. يلا احكم يالا. اسكت يا أزعة، قصدي يا مولاي الأزعة. يوه. بقول لك ايه يا شمس، سيدك اللي اشتراك مات ولا عايش؟ كان مولاي السلطان بقلول ومات من مدة. يعني مملوك اشترى مملوك، تفرق في ايه يعني؟ إذا كان عتقه ولا سابه مربوط، ما كلها لعبة مماليك في السوق مطروحين للبيع والشراء. لا، مملوك عن مملوك يفرق. أنا مملوك حر، هو مملوك عبد، وثبت ده يبقى العرش بتاعي. ايه اسكت! دلوقتي ثبت انك ما زلت عبد ولم تحرر بعد، وعليه بقى انا لازم ابيعك لحساب بيت المال. لا، انت تحكم لي الاول. انا جاهزه. جاهزه لايه يا جماره؟ افتدي خالي الغالي بالرخيص والغالي. طب قربي قلبي في البضاعه الاول. بتقول لك خالها وعارفاه. طيب مادام عارفاه بقى تدفعي فيه كام؟ ما يتقلش بالمال، لكن نقول 5000 دينار كرمز مش اكتر. وانا بقول 10. مين دي يا شر؟ دي الرقاصه صاحبته. مين يزود بعد بغاشة يا حضرات؟ 15000. 15000. مين يزود؟ 15000. ايه 15000 في سلطان؟ وسع يا ابني انت وهو، وسع.
وانا بزود 5000 يا قاضي كمان. 20000 الحنوتي. وانا بزود 10. 20000 و10. 20030. مين يزود؟ 50000 دينار. 50000 دينار. المزاد سخن. تمنك بقى في العالي يا شمس. وانا بزود 20 يا قاضي. 20 يبقى 70000 دينار. 70000 دينار مش كتير، ده سلطان يا اخوانا. التجار الكلاب. اتسرقنا 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 يا قاضي، اتسرقنا يا شر. ايوه اتسرقنا، والجرابيع دول اللي سرقونا. خلاص يبقوا اشتكوا بعدين. مين يزود؟ مين يزود؟ عليا ب 300,000 دينار. 300,000 دينار. مين يزود؟ 300,000 دينار. مبروك. هنكتبه باسم مين؟ باسمنا كلنا يا جحا. باسمنا كلنا يا جحا. خلاص كده السلطان بقى بتاعكم كلكم يا بلد. ودلوقتي يا شمس انت كده بقيت في ذمة الناس دي كلها، لا جابك مملوك ولا اشتراك في شدتك غيرهم، ولا حد هيقف معاك قصاد عدوينك غير ناسك دول. يلا يا شمس سلم نفسك ليهم. خليك يا اخويا خليك معدوق لوجه الله الكريم. روح وانت سلطان حر يا شمس. روح وانت سلطان حر يا شمس. اللي بيحصل ده يا اسم الجمارة، فين الاتفاق؟ دي مؤامرة يا شر، مؤامرة. حوطوا المكان وقبضوا على الكل بما فيهم شمس الدين. اقتلوا ابن جحا المسجون والبت اللي معاه، ولعوا النار في البلد. نابوكوا على شونة. البلد كلها متحاصرة بجيش السلطنة، ودليل خيانتكم معايا رسالتكم للخان يا خونة. مبروك عليك خيبتك يا ستنا الوالي، هطبلت على دماغك يا اختي. عاش السلطان. 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 انا جيت يابا، عتقوني انا وقمر ورجعوا لي زعبولة يا جحا. عقبال عدلك يا بنت. اهو زعبولة رجع لقمر، وشمس الدين رجع لعرشه لما اختاروه واشتروه الغلابة. كله كده في شارع القاضي صح واخر تمام. عاش السلطان وعاش القاضي. عاش السلطان وعاش القاضي. عاش السلطان وعاش القاضي. عاش السلطان وعاش القاضي. تسمحوا لي دلوقتي بس انا بقيت سلطان. سلطان ناسه وشعبه هم اللي اختاروه، ودلوقتي برضو جحا هيكون والي المدينة. لا 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 يا مولاي، لا ما ينفعش. لو كان وجودي في كرسي القاضي نفع كان يمكن، ما ينفعش. دول كانوا هياكلون الغيلان. واسمعها بقى يا مولاي، ما ينفعش تحط قاضي حقاني ولا حتى والي حقاني وتسيب بلاوي البلد زي ما هي معششه ومرنخه ومزنخه. نظفها الأول يا سلطان. نظفها الأول يا سلطان. جحا انت لازم تبقى معايا وتقف جنبي. لما تنظفها يا مولاي هتلاقي ناس كتير أحسن مني قادرين وعالي العال. لكن جحا يا اخوانا ما ينفع غير انه يكون جحا مفلوت العيار، أوال وصاحب أحوال، ماله عيش غير وسط اصحابه الحرافيش ومنقرة الحمار ونوادره وحكاياته والناس. دي دفوف وبيارق جايه هي كمان. لا بس دي مش عشانك يا مولاي، دي عشان المولد الليله، مولد للصبح. صحيح يا جحا، ما تعزمه يجي يسهر معانا الليله، مولد سيدي سلطان يلعب ويزقطط وينورنا. مولد سيدي سلطان؟ ايوه مولاي، تعالى معانا عشان تشوف الناس على حقيقتها. ايوه يابا، ويا ريت كمان بالمره تعزمه عشان يحضر فرحي انا وقمر. اختش يا شحيب. الحقيقه انا فعلا يسعدني اني اكون معاكم. مولانا السلطان هيقعد معاكم في المولد ويسهر للصبح يا اولاد. ومين عارف
يمكن يختاروك الليله تاني ويبقى من حظك. يختاروني ايه؟ يختاروك سلطان يا مولاي، بس الليله واحده بس، ما تطمعش، وينصبوك بقى على عرش من الخشب والجريد. ايه عرش من ايه؟ من الخشب والجريد يا مولاي، عمولة معتبرة. يا ريت يا مولاي تجرب تقعد على عرش معمول بإيدين الناس، ساعتها هتحس إنك سلطان بحق، ومش هتقدر تقول غير الحق. الحق يا خالد، الحق يا جحا. ايه يا عبده هرخ؟ بيقولوا ان في مملوك تاني نط وبقى سلطان. ما يحصلش، مستحيل يحصل، ما دام السلطان في حماية الناس مستحيل يحصل يا رخم، ولا ايه يا بلد؟ رجعنا لحضراتكم مشاهدينا بعد عرضنا لأحداث الحلقة الأخيرة من جحا المصري. ركزت الأحداث على أصالة المصري وعبرت عن الأصالة دي بالمقاومة للاحتلال المملوكي والمواجهة لكم الفساد والطغيان والظلم والنهب والسلب والسطو على مقدراته. هذه الشخصية عكست عمق وبساطة في نفس الوقت لطبيعة الشخصية المصرية. نتمنى هذه الحلقة تكون نالت إعجاب حضراتكم مشاهدينا، ومستنيينكم في حلقات تانية كتير والحلقة الأخيرة. جحا جاي قلوبنا مضيفينه كلامات